تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القصة قديمة شوي، يمكن عمرها 70-80 سنة أو أكثر. هذا رجل من أهل اليمن، وسافر إلى أحد دول الخليج يشتغل فيها. أبوه موجود في البلد، ونسيبه زوج أخته موجود مع أبوه، صايرين بينهم يعني زي تقول أعمال. فالرجل هذا حصل خير في الدولة الخليجية، والكلام هذا قلت لكم قديم جدا، يعني ما كان فيه المراسلات الخاصة بالجوالات، يمكن بعد يرسل الأخبار مع شخص بيروح لبلده، حتى الرسائل كانت معدومة. حصل له ما شاء الله تبارك الله مبلغ، وأبوه كلمه قال يا ولدي، قال نعم، قال ترى إن عندنا مزرعة وراعيها يبي يبيعها، وهذه فرصة ثمينة نحن نشتريها، وأنت خليك في غربتك وحنا نقوم باستصلاح المزرعة. يقول الولد يوم جاني الرجال وعطاني خبر أبوي وأن أبوي يحرص على هالمزرعة، قلت خير إن شاء الله. يقول أشوف لي رجال بيروح لديرتي، يقول وأعطيه المبلغ اللي عندي كله. المبلغ كبير في ذاك الوقت، يعني كان يمكن يعادل ما يعادل 80,000 ريال سعودي، بس في ذاك الوقت يعادل 800,000 ريال. أرسلت الولد المال مع الرجال هذا اللي بيروح لديرتي لأبوي. أبوي يشترى المزرعة وسجلها باسمه، يقول وقام يشتغل فيها هو نسيبي. أبوي ما يعرف يقرأ ولا يكتب، ولكن نسيبنا هذا ما هو حفظ الصك عنده. قال يا فلان، قال نعم، قال إذا جاء ولدي أعطى صكه. النسيب خذ الصك وحطه في صندوق خشبي قديم عنده ونساه. قعدوا حوالي 20 سنة يشتغلون في هالمزرعة. كل أهل المدينة وكل أهل القرية اللي فيها المزرعة هذه يظنون المزرعة للأبو للشايب، ما يجابوا خبر الرجال هذا المغترب. فيشتغلون فيها وعمروها ويبيعون فيها من أرزاق ويشغلون عمال عندهم، وانهضت المزرعة نهوض عظيم. الرجل المغترب هذا بعد 20 أو 30 سنة أكثر بعد رجع للبلد. يوم رجع للبلد أبوه متوفي، هو خابر إن ما يدري عن هالأموال اللي حولت إلا نسيبه وأبوه. فراح لنسيبه قال يا أبو فلان، قال نعم، قال تذكر أنا محول الأموال لأبوي، وأن أبوي توفى الآن، وأنا معي إخوان وخوات ويمكن يدخلون معي في الشراكة في المزرعة. قال والله أنا الكلام هذا من أكثر من 30 سنة وأنا ما أذكر. قال طيب وين الصك؟ قال والله أنا أذكر الصك إني حافظه عندي، لكن أبى أدوره كان عندي ولا عند أبوك والله ما أدري. الولد راح لإخوانه وبلغهم أن المزرعة هذه هو اللي يدافع قيمتها وأنه محول المبالغ، وقالوا والله المزرعة هذه معروفة أنها لأبونا، وإذا أتيت بما يثبت أن المزرعة ملك لك أو صك فحنا نتنازل. وكان الكلام يعني مستقيم في هالموضوع. يقول دورت في أوراق أبوي، دورت ما لقيت شيء. جيت لنسيبي زوج أختي اللي كان يشتغل مع أبوي، قلت يا فلان أنا الصك الظاهر عندك. قال أنا بدوره، دوره ما لقى. رفعه قضية على المحكمة بإثبات الأرض إنها له، وإنه محول الفلوس على أبوه وعلى نسيبه علشان يشترونها له. الإخوان اعترضوا وقالوا والله هذه من عرفنا العلم وهي حقت أبونا، وأخونا هذا المغترب ما ندري هو حول ولا ما حول. طلب الشهادة من النسيب، ويوم جاء الشيخ وجاب النسيب وقال له اشهد، تشهد أن الأرض هذه لفلان بن فلان المزرعة. قال والله أنا كبير ولا أذكر، يوم نشتري المزرعة هذه كان عمري 50، الآن عمري فوق 90 أو 85 سنة، فما أقدر والله أقول لك أتيقن أن الفلوس حولها ولا ما حولها. قال والصك؟ قال ما أدري عنه. قال طيب حالف أن حول فلوس؟ قال والله ما أقدر أحلف. زعل عليه نسيبه، وصارت بينهم وقفة نفس وزعل. طبعا في هذه الحالة يوم ما أثبتت، الشيخ أثبت أن المزرعة مشاعة وتتوزع قسمة ورثة. الرجل هذا مبلغ كبير اللي كان محوله مأمل على أنه إذا جاء من الغربة أنه يعيش في المزرعة ويكون حياته. زعل على نسيبه زعل شديد، حتى أدى الأمر إلى أنه يقاطعه ولا يكلمه. مرض النسيب وجاءه وذكره، قال ابن الحلال تذكر؟ قال ماني متذكر، أنا لو أتذكر قال قلت شيء عند القاضي. توفي النسيب، وذاك زعلان عليه، لا حضر عزاه ولا حضر مرضه، مما أدى إلى أن عيال النسيب أيضا يزعلون عليه. قال ليش يزعل على أبونا؟ خلاص أبونا شهد شهادة حقه وبس. يوم خذوا 10 سنوات جو في بيت
الخال هذا والنسيب عنده صندوق قديم، يوم فك الصندوق فاضي، لكنهم إذا خذوا الصندوق لقوا فيه صوت خرخشة، فيسمعون الصوت لكن ما يشوفون الشيء. آخر شيء جابوا لهم حداد وشق الصندوق من فوق، اتضح فيه حق الصك الحديد وفيه صك. يوم طلع الصك لا، الصك مثبت فيه الحقائق كاملة، ولا والله ان ابوهم يعني مو بعيدا عن يعني التهمة، انه داري ان الارض هذه. فواحد منهم راح الخاله قال يا خالي، قال نعم. هذا اللي يقص القصة واحد يقول جيت خالي يا خالي، قال نعم. قلت والله ترى الصك لقيناه ولقينا الحقائق كاملة فيه. قالوا شو عقب ما توزعت الارض؟ ترى الرجال اللي جاء من الغربة راح للورثة كل ابوهم وشرى نصيبه، ورجعت المزرعة كاملة له بس بمبلغ جديد. رجع الولد هذا رجع لاخوانه قال يا اخواني الحين اتضحت الرؤيا، ابونا توفى، ولكن لازم الان نبري ذمة ابونا لا على الاقل في شهادته. قالوا هذا ما حضر عزا ابونا ولا جاء يزور ابونا وهو مريض، ولا هو قد ما احنا برايحين حتى نعلمها بشيء. قال انا بروح له. هو الولد يعتبر الولد الخامس، هم 6 عيال. يقول جيت وقلت يا خالي العلم هالسلام وبيك تحلل ابوي وتبيحه. قال والله ما حلله ولا بيحه الا ان ترد الي دراهمي. قال انا اتكفل بها. قال خلي 2 يشهدون، جايبين انا اقول انا جايبين معي رجالين يشهدون في الموضوع هذا. ها تشهدون ان الرجال هذا بيتسدد عن ابوه؟ قالوا نشهد. يقولوا اكتب على نفسي ورقه اني اسدد له ما يعادل 5000 ريال سعودي شهريا حتى اوفي المبلغ. المبلغ كبير في حدود 700,000 ريال سعودي. يقول قعدت فيها اسدد من راتبي، لكن راتبي ما انا متقاعد وابي ابري ذمه ابوي، فخفت اني اتوفى قبل ما اسدد، فاضطريت اني اخذ قرض من البنك وسددت المبلغ كامل عن والدي لهذا الرجل، ابي ابري ذمته. وحلل ابوي وباحه، ولكن والله يا ابو عبد العزيز الله يعلم بالحال، الظروف صعبه والان انا ملتزم للبنك. فانا ذكرته قلت الحمد والشكر لله، ابشر بالخير، وانت يعني ابريت ذمه ابوك وهو في قبره، وهذا من نعم الله واللي فضلك. لكن انا من رايي انك تجلس مع اخوانك وتذكرهم بالله، وهذا حق عليهم والمفروض يسددون لك او يشاركونك في القسط اللي في البنك. وكذلك تبلغ خالك اذا ما ساهموا معك انه يشتكيهم. لا تخلي الموضوع يمر بهذه الطريقه. اللي انا اقصده دائما اموال اللي فيها شبهات ولا الورثه يفترض انها تفصل فيها ويكتب فيها. قبل امس كنا نتكلم انا ويا ابو محمد صالح الفنتوخي، يقول من جمال القصه ان الواحد اذا صار عليه دين انه يكتب الدين على طول. فالمفروض يا اخوان اذا انت حولت لاحد فلوس ولا هو حول لك ولا سلفت ولا سلفك ولا شرع عنك ولا شريت، تسجل الكلام هذا كله لو انه اعز صديق لك. ليش؟ حتى حقوق لابنائك وابنائه واللي لك واللي عليك. وانا من هالبرنامج اناشد الابناء انهم يرجعون عن يعني تعنتهم، انهم يساعدون اخوهم في تسديد هذه المبالغ لخالهم. اسال الله العلي العظيم ان ينفع بهالقصه، وجزاكم الله عني كل خير. جزاك الله خير. الله يبيض وجهك. بارك الله فيك. جزاك خير.